لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1904 لوانا كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بما بس رزامندي رب العالمين وهي دارم اوي ازيش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. برا خوش ويسان كلواني رابردوش لخدمة دعاتي بيروزة دابون كدو آيات كوتاي لسورة التوبة دفرمي بلامي توكيد قسمي بقدي تحقيق پیغمبرك هاتيا لبوتان لناو لخودي نفسي خوتانا صفتي أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أويك وعزيز عليه ما عنتم وتزور قرص لسري أنقول حارتك تام بسر دابك واتوش مشقت بين حريص عليكم زور حرصي هي لسر أويك أنقول از بابلين حريص لسر أنقول هدايات بربقنو خير بيتام بقى وهروها برانبر بإيمان داران بقشتي رؤوف رحيمة أو بري رأفة رحمته أو بري نرمونيانيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم برانبرتانو أو بري رحمته. لا حديثك ذاك بخاري مسلم رواياتيان كرديا ابن عمر خوي قولا لخوي بابي رازي بدا فرمي اما بيعت من ددا پیغمبر صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. بيعت من دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر سمع وطاعة جورالي جوغرتون جورالي يقول لنا فيما استطاع. سبحان الله. بيعت من دا لسر سمع وطاعة جو مان ليا جو اللي دقرينو جورالي شدكين أيش دي فرمو فيما استطعت أو دي لتوانات دا هي سمع وطاعتك وش حر علامة لسر رأفة ورحمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم. ابن عاشور دلي أو آتى فيه إيماء إلى اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم أو آتى إشارت دا لو سر أويكوا أزلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم نزيق بوا لبرويكاتك فهم لقد جاءكم تفرمي وإشارة بويكوا أو هاتني بيان صلى الله عليه وسلم كوا الزمن اللي بسر ذاتي بريا خريك التواود بي أو زمنه لبروي هاتني هرشتك ديار الرويشتني شي بدوا دادي يتر دفرمي أو إشارة لبو نزيشي أزل بيان صلى الله عليه وسلم كفعلا لا أحكام نهاية وآتكان كوتايو لدواي أو زور ناجية بيان صلى الله عليه وسلم. ابن عاشور دلي فيه الافتتاح بحرفي التأكيد كواتا أو آتا لقد جاءكم لا مقدك لبو التأكيد ولبو التحقيق مع كون مضمونها مما لا يتطرق إليه الإنكار. يخو مضموننا وروشي آتكش إهندينية كوكسك بتابت الإيمان داران إنكاري أو حقتك بهذه لو هم بالتأكيد التحقيق دس بكذا ما بس تدا لقصد الاهتمام بهذه الجملة لأهمية الغرض الذي سيقد لأجله ما بس كان نقلبوا كوكسك إنكاري بكان لا لبوي كواسرنز مرات شيء أو قضية زور مهمة أو غرضه أو مبستيك أو آتي لبيناوي هاتيا ولأن فيما تضمنته ما ينكره المنافقون أو كواتي دا بالنسبة منافقة كان إنكاري دا كان بوي كوا أو كسك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم في غنبري خوابي. ولأن في هذا التأكيد ما يجعل المخاطبين به منزلين منزلة المنكرين لمجيئه وكأنما يعني أو تأكيدتي دا أو كوا مخاطبان في ذكرتن أو كوا قسان لقال ذكرتن وكو أوي خواي قول قسان لقال ذكرتن وكأنما إنكاري بيغمبرات كذا كان من حيث إنهم لم ينفعوا أنفسهم بهذا المجيء وكأنما يعني سوديا لهاتني أو بيغمبرين ونقرتي صلى الله عليه وسلم كهندر رأفة ورحمته وهندر خير بيويا. وفي أيضا تعريض بتحريضهم على اتباعه وهروها
ئەوەی تێداکەوە ئەو پێغەمبەری کە خاوەن ئەو صفاتانە هەندێکەوە ئیتیباعی بکەن و تەرکی مناوەتی هەندێکەوە واز لەوەی بینکەوە دژایەتی بکەن وأن الأجدر بهم الافتخار به والالتفاف حوله بەڵکو ئەسڵ وایە کەوا فعلا فەخری پێوە بکەن کەوا کەسێک لە خۆتانەوە هاتیە و لە دەوری کۆبنەوە نەوەک دژایەتی بکەن. ئەبی حەیان دەڵێ وصف پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بستة أوصاف لو آتي خواهي سبحانه وتعالى بشاش وصف ذكاء ولما كانت الرسالة أشرفها بدأ بذكرها لقد جاءكم رسول يا كم وصفيتيا ويكون رسولا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لو يدفن لنا أو شج وصفة يا كم زاد بوصف رسالة دست بكده كوا أشرف وصفة. لا تفسير رازي دله فيه سؤال اشتداوته كاتك وأخوي عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فهذا النسق يوجب أن يقال رؤوف رحيم بالمؤمنين. كاتك وأتكبوش ويدسبك عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم دفرمي أصلا أجر قصي غير الله تعالى با كوالة وكركي بقول رابا رؤوف رحيم بالمؤمنين بلام لو أو هاي نفرمو بالكو فرمويتي بالمؤمنين رؤوف رحيم لو والله ما كذا فرمي كاتك بالمؤمنين رؤوف رحيم يفيد الحصر أو أسلوبه معناه حسرة يعني أنا لا رأفة ولا رحمة له إلا بالمؤمنين رأفته رحمته نرمونياني في صلى الله عليه وسلم تايبة بإيمان داران حصر رسل إيمان داران فأما الكافرون فليس لهم عليه رأفة ورحمة بلهم برامبر بكافران ضل نرميو رحمتي نية في صلى الله عليه وسلم وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه السورة من التغليظ كواتأوشر توابكري أو ناوروش آتكان بيشتر هاتي كوابين أصل تنبي برامبر بكافرو بمنافقة كان كأنه يقول إني وإن بالغت في هذه السورة في التغليظ وكأنما معناه كوالدي أجرتي خايقور فرمان بيكتدي أو بريتوندي بنوين برامبر بكافر كان إلا إن ذلك التغليظ على الكافرين والمنافقين أو تندي برامبر بكافر المنافقان برام رأفة ورحمتكي تايبة بإيمان داران وحصر لسر إيمان داران. أبي السعود ضلي كاتي خواي قولي وصف اللي بيان صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم قدم الأبلغ منهما كاتي دفرمي رؤوفك بليغترى لرحيميكي وهي الرأفة التي عبارة عن شدة الرحمة كاتي رأفة بريتي لشدة الرحمة أو بري رحمة أو ذا رحيميشة وهلها محافظة على الفواصل وفاصلة آتكانش كاتكودفن رؤوف الرحيم دا جنزي لقلب باقي آتكاني ترزياتر لما نارج دلي كما أن تقديم الرؤوف على الرحيم هو الواجب كأنه قال رؤوف بضعفاء المؤمنين وأولي القربى منهم ورحيم بهم كلهم وكأنما أيش أو هاي لك دايتو كاتبين صوتهم رؤوف ورأفته أو بر رحمتي برامبر لا وازكان إيمان داران وأواني كوا دورو برو خزم خويتي ورحيم شبرامبر بهمو إيمان داران لكوتا أجداد فرمي فإن تولوا كواتا يا رسول الله أجر أوان بشتيان تيكرت إيمانيان بيدنا هنا فقل حسبي الله بل الله تعالى لبو من كافية أو ذاتك ولا إله إلا هو هيز معبودك بحق نتنها أو نبي عليه توكل حد بتنها وتنها توكلهم لسر أو ذاتك ورب العرش العظيم خاوني عرشي حرقوريا سبحانه وتعالى. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن أعرض الكفار والمشركون عن الإيمان بك وطاعتك يا محمد صلى الله عليه وسلم كواتب خواهي سبحانه وتعالى كوتا أدب بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم أجر كافر ومشرك كان بشتيان تيكلو كوا إيمان بيبينو جوراليد بكن بلي يكفيني الله جميع ما أهمني بلي الله تعالى كافي لبو هموشتان لا من قرنقة وهو ناصري على عدوي هر أو ذاتشا بس هرم دي أخي در برامبر بدوج منانم لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو وحده لا شريك حيث معبودش بحق نتنها أو ذات نبي تولوا أي أعرضوا كواتا ديارة تولى بمعنى إعراض بشتهكردن دي أبي السعود دلي وقول لا إله إلا هو استئناف مقرر لمضمون ما قبله كواتا لو توكل لسردكم لبلو هيز برسلاش بحق نتنها أو نبي سبحانه وتعالى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أي على الله وحده اعتماد بتنها وتنها رسل أو ذاته وفوضت جميع أموري إليه حمو كارباركم دجير مولاي أو
والله هو مالك العرش العظيم وخالقه أو ذاتي كوا خاوەندارێتی عەرشی عەظیم لۆ ئەو دەگەڕێتەوە ئەو عەرشە عەظیمە بەخۆی خالقیتی و خاوەنی مولکەکەشیتی ومالك وخالق جميع ما دون من المخلوقات كواتە الله تعالى خاوەنی عەرشی عەظیمە هەموو شتەکان کەشکەوە عەرش گەورەترین مەخلوقە ئەوان کەش هەمووی لە خوار عەرشن کەواتە خوای گەورە کە خالق و مالکی ئەو عەرشە عەظیمەیە خالق و مالکی هەموو مەخلوقاتەکانیشە. ابن جرير دەڵێ وإنما عنا بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب العرش العظيم كاتك وخواي قول وصف خوي دكاتن بويكوا پروردگاري أو عرش عظيمة الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده وفي ملكه وسلطانه كواتا أجر خاونو پروردگاري أو عرش عظيمة بي كواتا هموي لخوار أو عرشي هموي بندي الله تعالى هموي لجرد صلاة أو ذاتا لأن العرش العظيم إنما يكون للملوك عرشي عظيم عرشي قورة لو شيء لابو باتشاي أنا فوصف نفسه بأنه ذو العرش دون سائر خلقه كواتا خاوني عرشي عظيم تنهى الله سبحانه وتعالى تنهى الله سبحانه وتعالى هيج كسيقني خاوني عرش عظيم تنهى الله نبي وأنه الملك العظيم دون غيره هر أو باتشاي هر قورة زقل غير خوي كسني أوشتا وأن من دونه في سلطانه وملكه لغير الله تعالى همو أوانا لا صلاة لملك الله تعالى جار عليه حكم وقضاء همو مخلوقاتش همو بونوريش حكم وقضاء خوي قوري بسردا جيب زيد بي سعدي دلي وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات أو ذاتي كوا پروردگار عرش عظيم كوا قورترين مخلوقات خوايا وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات كواتا خوايا ذاتك كوا پروردگار عرش عظيمة كقورترين مخلوقاته وهروا وسع المخلوقات وتا عرش عظيم لهمو مخلوقات كان قورتلا همو مخلوقات كان لخواروينا كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى أجر ذاتك بپروردگار أو عرش عظيمة بي كواتا من باب أولى لبيشترى كوا پروردگاري همو مخلوقات كان لا حديثك ذاك بخاري مسلم رواتيان كده ابن عباس خوي يقول لخوي بابي رازي بده فرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك كوا توشي خفتك بادي فرمو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كوا سنته ساعة توشي مشقتنا خوشيك بي بوشيوي أو ذكر بكاتا خوي بدات بناي أو ذاتك وخاوني أو عرش عظيمة لا حديثك أبو داود رواية كده أبي الدرداء خوي راز دفرمي هر كسيك بياني كردو وهواري كردو أو ذكري كرد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لبيانيان وإيوالان حفظ زالا أو ذكر بك كفاه الله ما أهمه أوي كوا أو خميتي خوي قورة لبوي زيبا زيادك ابن عاشور دلي يفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة أو كلمة أخيرة بعضك خوي قور إشارات بذلك الأخيرة كي لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعينها كواتا خوي قور فرمان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم آوا بليه ولم يؤمر بمجرد التوكل فرمان بينك تنهى التوكل بك بل كواج بليه قل بلي حسبي الله نكر بس توكلك بل بلي حسبي الله واج بلي ولا أخبر بأن الله حسبه مجرد إخبار ونك تنهى خوي يقول والله باب خبري بيبدأ وأخوي يقول كافي لبوينا بلكو بيويست بلي قل فإن حسب خوي يقول سورتي أنفال بيدا فإن حسبك الله الله تعالى تكافي بلام ليه ده بيدا فرمي بلي توكل سر خوابك خوي يقول تكافي بلام واج بلي فإن تولوا فقل حسبي الله لوي مش وكل حديثكي كخينمانو زور جرنجا اگر بعمليش اصل واجب زي بكينو توكل سر خواب كينو وخواي قرش كافيه لبو ايما بلام بيست لفظي شي بكين زور مهمه فقل حسبي الله لوي زور مهمه بتايبت لسبينان ايواران او ذكري بكي حسبي الله لا اله الا هو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ابن عاشور دلي لو دعاء إشعار بالإيداع والإعذار للناس كواتا أو دعاء إشارة تدا
بويكوا عزر لبو خلشي نهيلتو والتنبيه إلى المبادرة باغتنام وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم بتايبتي إشارة لويكوا أواني لزمني جياني بيغمبر صلى الله عليه وسلم جيانا پێویستە بە غەنیمەتی بزان کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە ناویانە لیتشرفوا بالإيمان بهم وهم يشاهدون شرف من بن کەوا ئیمانی پێبین و بە چاوی خۆشتان دەیبینن ويقتبسون من أنوار هديه وتاوكوا لنور هدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم واربقرن لأن الاهتداء بمشاهدة والتلقي منه لبروي براستي رينموني ورقرتن ببينيني أو ذاتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم ولي ورقرتني أرجى لحصول كمال الإيمان بالتأكيد رزا زياتر كواز زياتر أتو أو بري إيمان بدز بيني لخدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم والانتفاع بقليل من الزمان لتحصيل وافر الخير الذي لا يحصل مثله في أضعاف ذلك الزمان كواتا أوانيك لخدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم شرفيش قوربوا إتر مخابن لو كسارك لخدمته ويجانا والسوديان اللي ورنقرتو بكافري وبمنافقي مردن كواتا لخدمتي بوينو ديان تواني بكاتيش كم لنوري هدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وربقرنو بيش شرف من بن لدنيا وقيامت برام ديارة همو كسيشيش شاني أو شرفانيو ولا دواي أويش كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم وفاد دكاتن إتر براستي أواني كإيماني بيدين كانشيان ديتيا بالتأكيد وكل حديث داهاتيا أزرو پاداشتی تایبەت و زیاتریان هەیە بەڵام منزلەی ئەصحاب ئەوە هەر منزلەیان بەرزترە بە هەر حاڵ ئیمانداران هەتا ڕۆژی قیامەت ئەوانەی کە لە دوای جیلی پێغەمبەر دێن صلی الله علیه وسلم بەو پەڕی پەرۆشن بە پەرۆشن ئەگەر لە خەونیشدا بە خزمەتی بگەن وەکو پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمی یەک لە علاماتەکانی نزیک بوونەوە قیامەت ئەوەیە کە مسلمانانێک پێیان خۆشە ماڵ و سەروەتیان هەمووی ببەخشن تەنها لە خەوندا ئەمن ببینن ئیتر ڕەزامان وایە ئەگەر لە دنیایش ئەو شەڕەفمان پێ نەبەخشراکەوە لە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەخوای گەورە دەپاڕینەوە لەو کەسانم کەوا فعلا موفقمان بکە لەسەر هەدی و سیرە و سونەی ئەو بڕۆین تاوەکو شاد بینەوە بە نزیکی ئەو لە بەهەشدا لەژێر ئاڵای لا إله إلا الله محمد رسول الله لە کۆتای ئەو سوورتەش لەخوای گەورە دەپاڕینەوە لە کەم و کورتیمان ببووری هەر شتێک هەڵە بووە تێیدا هەر شتێک لەبیر کرا ئەوە لە من و لە شەیطانەوەیە و هەر شتێش کە تێیدا سەواب بووە ڕاست و دروست بووە ئەوە لە فەزلی الله تعالى و سوپاسی خوای گەورە لەسەر دەکەین تر لە خوای گەورە دەپاڕینەوە لە خزمەتی قورئانی پیرۆز بەردەواممان بکە لەو کەسانە بین کەوا ئیمانمان پێ هەیە تێی دەگەین کاری پێ دەکەین تاوەکو لەو کەسانە پێی بەرز دەبینەوە لە دنیا و لە قیامەت خوا نەخواستە والعیاذ بالله پەنا بە الله لەو کەسانە بین کەوا تێی بگەین و کاری پێ نەکەین و ببتە حجە لەسەرمان و لە نەتیجەشدا ڕیسوایی دنیا و قیامەت بین پەنا بە الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون